ما يتحولش لمصلحه وامور كتيره جدا. هي لما النبي قال تنكح المرأة الأربع بيقول إن الناس في اتجاهاتهم وميولاتهم في الزواج 4 أصناف. فصنف يريد أن يتزوج المرأة من أجل مالها، وصنف يريد أن يتزوج يعني كان بيحلل الواقع، ما كانش بيقول صح وغلط. واقع المسلمين إلى قيام الساعة. تمام. احنا فعلا كده، يا إما بتتجوزها عشان فلوسها، يا إما بتتجوزها عشان خاطر الحسب بتاعها والنسب، يا إما بتتجوزها عشان هي جميلة، يا إما بتتجوزها عشان هي متدينة. أدي واحدة من الأربعة. فبقول لك إيه بقى، لو ضربت لك مثال، كل واحدة من دول بتساوي 0. الجمال يساوي 0، والمال يساوي 0، والحسب يساوي 0. دي مجموعة اصفار. لو حطينا 100 صفر كده من غير ما نحط واحد صحيح، الاصفار دي لها قيمة؟ لا، ما لهاش قيمة. طيب لو جينا قلنا الدين ده بيساوي رقم 1، فحطينا الواحد وحطينا قدامه الاصفار دي، تعالي بقى زي ما انت عايز، ناخد بقى. فيبقى لو جت ذات دين فعندها رقم 1. لو اضيف لها مع الدين الجمال بقت 10، خدت نقطة. طب لو أضيف لها مع الجمال المال بقت نقطتين. طب أضيف الحسب بقت 3، وهكذا وهكذا وهكذا. إذا لن يكون للجمال ولا للمال ولا للحسب ولا للنسب قيمة إلا إذا كان عندها الدين. إذا عندها الدين هو ده أوجد القيمة. فده كان يعني مفاد حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أو المراد من كلامه صلى الله عليه وسلم على وفق ما اجتهد، إن الفكرة في هذه المسألة إن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول أن الناس يتزوجون على أصناف شتى. فمن كده وعشان كده في الاخر راح مرجح كفه مين؟ صاحب الدين. قال فاظفر بذات الدين تربت يداك عن التصقت بالارض واصابك الفقر واصابك كذا. لو انت فكرت انك تاخد عشان فلوسها ولا عشان كذا ولا عشان كذا، انما ينبغي ان ياخذ الرجل المراه من اجل الدين فقط. تمام. طيب ادينا نصايح عامه ان احنا ما يحصل لناش حاله العنف اللي حاصله في المجتمع. اولا ده مهم قوي، ان انا لو انفعلت انا وزوجتي في البيت، واحد مننا يخرج، فمين اللي يخرج، الرجل ولا المراه؟ الرجل. فالمفروض واحد يخرج يترك يعني ما تردهاش في نص الليل زي ما بيحصل. هو يفتح الباب وينزل، حتى لو نزل تحت 5 دقائق ولا حاجه. بس في الفتره دي لو حصل من الزوج هذا، ينبغي على الزوج ان تتوضا وان تستغفر. تتوضا وتقعد تستغفر. حلو قوي النصيحه دي، سامعين يا جماعه؟ يعني مش هو بقى خرج تقوم ماسكه التليفون، هي قاعده بقى تكلم الدنيا، تكلم مامتها بقى الشيطان يقعد يوسع المجال. لا ده احنا عايزين بقى نطرد الشيطان، عشان الراجل نزل هيطلع بعد شويه يريح الدنيا. فنعمل ايه؟ تروح متوضيه وتروح مصلي ركعتين وتنها قاعده في الاستغفار. والله العظيم حتى ولو كانت هي المخطئه وجلست تستغفر الله سبحانه وتعالى، هتلاقي بعد شويه جوزها طالع هو اللي يعتذر، مع ان هي اللي ممكن تبقى غلطان. ليه؟ لان هذه تجلب الرحمه وتجلب الملائكه وتجلب الهدوء وتجلب الراحه. فدي مهم جدا ان احنا ناخد بالنا منها. جميل جدا يا شيخ اشرف. يعني هنحاول كده كل مره ناخد نصايح الجميله دي بتاعت ديننا، بتاعت الناس اللي عارفين الدين. اكيد بتلطف وتبلسم حياتنا عشان ما يحصلش فيها عنف مفاجئ لا قدر الله، وربنا ما يجيبش اي حاجه وحشه لاي حد يا رب، ويعني واسترها زي ما بيقول، استرها معانا.